اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. معنا وصفة النهاردة حلوة قوي وسهلة وخفيفة، تنفع للعشاء، خفيفة جدا، وتنفع برضو للغدا لو محببة للولاد، ممكن تنفع لهم غدا. وصفة خفيفة جدا والولاد بيحبوها، اي حاجة فيها جبن الولاد اكيد بيحبوها. معنا النهاردة وصفتنا سهلة وجميلة، يلا ندخل على الفيديو ونشوف وصفتنا ونشوف طريقتنا عملناها ازاي. هنا بقى جيت معاكم، معانا هنا ورقة جلاش، ورقة الجلاش اللي هي النص كيلو. الجلاش بتاعنا هنا معانا طبعا طبق فاضي هنحط فيه المقادير بتاعتنا. هنحط فيه بقى بيضتين، هنجهز الوصفة بتاعتنا. هنحط فيه بيضتين وهنحط فيه تقريبا كوباية سمنة وكوباية لبن. همشي معاكم بس كده مظبوط. حطينا البيضتين، هنحط عليهم معلقة فلفل اسمر صغيرة علشان خاطر الزفارة، وطبعا الملح، الفلفل الاسمر والملح اساسي على البيض. وهنضرب البيضتين حلو قوي، نضربهم ضربا مبرحا علشان خاطر الفلفل الاسمر يدوب. طبعا احنا مكترين الفلفل الاسمر شوية علشان ريحة الزفارة زي ما احنا عارفين. تمام. معانا كوباية لبن، هننزل بقى بكوباية اللبن كده، كوباية حلوة علشان خاطر دي احنا هنستخدمها، هن هنسقي بيها ورق الجلاش بتاعنا. ومعانا تقريبا كده نص كوباية سمنة. هو انا طبعا انا مش هكتفي بدولت، هحط زيتها تاني، هزود تاني يعني. هنقلبهم كويس جدا بالمضرب كده علشان كله يختلط ببعضه ويتجانس الخليط كله مع بعضه. تمام. وهنحط نص معلقة بيكنج باودر او معلقة بيكنج باودر. انا تقريبا رحت اجيبها، ما تلاقوش يعني. متنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب لمنوعات كوكي. دي معلقة قشطة. طلعت البيكنج باودر، طلعت القشطة دي معلقة قشطة كده كانت في اللبن، حبيت احطها عشان تعزز طعم الاكلة معانا. واهو بيكنج باودر، هنحط لها بيكنج باودر، هنحط لها معلقة صغيرة او نص معلقة صغيرة، لانها برضو بتدي هشاشة حلوة قوي، بتدي طراوة حلوة قوي للجلاش بتاعنا. تقريبا معلقة صغيرة كده. وهنقلبها وهنبتدي بقى نشتغل بيها. احنا بنعمل خلطة، بنجهز الخلطة بتاعتنا زي ما قلنا، لان دي اللي هنشرب بيها رقات الجلاش بتاعتنا. طبعا مقطعين هنا فلفل حامي وفلفل رومي وطماطم. معانا بقى الصينية بتاعتنا او الصينية اللي هندخلها الفرن. هندهنها طبعا، هنديها مادة دهنية. دي برضو سمنة، حطينا سمنة كده في الصينية، وهندهن بيها الصينية كويس جدا علشان خاطر تبقى الأرضية بتاعة الصينية بتاعتنا فيها المادة الدهنية. هنبتدي بقى ننزل ورق الجلاش، دهنا الأرضية، هنبتدي بقى نحط ورق الجلاش في الصينية هننزل بورقتين ورقتين يعني كده، دول ورقتين. هما ما شاء الله كانت الورقة على قد الصاج، يعني في مرفوع منها حرف صغير في حرف الصاج. الصاج دوت اللي هو 30 في 40. قالب الفرن
او الصاج او الصينيه المتاحه عندك. طبعا هي لو صينيه مربعه زي كده او القالب المربع دوت بيبقى سهل بصراحه في عمايل الجلاش، غير الصينيه المدوره بتبقى بتدخليهم عكس بعض يعني. طبعا حطينا كده وهنبتدي نشرب. هنشرب كده، نبتدي نشرب كده ورق الجلاش بتاعنا. بين كل ورقتين وورقتين هنبتدي ننزل بالمادة السايلة بتاعتنا او التشريبة بتاعتنا اللي احنا عملناها، اللي هي لبن وسمنة والبيض بالتتبيلة بتاعتهم. طبعا معانا ورق جلاش متقطع عادي، مفيش مشكلة، كله بيشتغل. اهم حاجة ان احنا هنحط التشريبة بتاعتنا في النص زي ما انتوا شايفين كده، بين الورق كل ورقتين وبعض كده. هنشربها، هنسقسقها، قولوها زي ما تقولوها. بتمنى دايما فيديوهاتي تعجبكم، وبتمنى دايما اكون عند حسن ظنكم. متنسونيش في دعوة حلوة كده من قلبكم بظهر الغيب، ولكم بالمثل يا رب ان شاء الله. برضو هنا بنعمل نفس الطريقة تقريبا. هنعمل في نص كمية الجلاش، احنا معانا نص كيلو، هنحط نص ورق الجلاش، يعني هنحط نص كيلو. وهنحط بعد كده الحشوة بتاعتنا. طبعا زي ما انتم شايفين هنا مقطعين فلفل وفلفل حراق، فلفل حار. زهقت بصراحة من الفرشة، فقلت اجيب المغرفة كده نحط بيها ونمشي برضو بالفرشة. طبعا الجو ساقع والسمنة بتجمد بسرعة جدا، مع ان احنا مسيحينها يعني مسخنينها علشان خاطر ما تجمدش. بس على مين، وصفتنا حلوة قوي وجميلة، والطريقة بجد كانت سهلة جدا وخفيفة وبسيطة وسريعة. بصوا، قولوا كل حاجة بجد خفيفة جدا وسريعة، وتحضيرها ما أخدش وقت. هي اتعملتها على طول وأنا واقفة، فكان الولاد جعانين جوع بالليل بقى، والشتا والحاجات الغريبة اللي بتحصل بالليل دي، فطلبوا مني أعمل لهم حاجة كده تكون خفيفة. فبصراحة قلت حاجة بقى أدخل فيها الألبان، اللبن والبيض والطماطم والفلفل برضو خضار وميكس جبن. ده معانا بقى هنا كده ميكس جبن. طبعا اي نوع ميكس جبن بتحبيه، انا بحب نوع الحمد بصراحة، بيبقى طعمه حلو قوي، طعمه مميز وطعمه حلو. عن تجربة، انا بقالي سنين بجرب المنتج دوت وبتعامل مع المنتج ده جميل جدا، فبصراحة بجيبه على طول. وهنبتدي بقى نوزع كده شرايح الطماطم. حطينا بقى الكمية المعقولة. انا بصراحة ولادي بيحبوها كتيرة شوية، فطبعا كل واحد بيحط حسب الكمية اللي هو عاوزها. شرايح الطماطم انا مقطعاها شرايح رقيقة قوي علشان خاطر تبقى طعمها حلو مع السخونية بقى، ما تبقاش قطع كبيرة قوي يعني، ما تبقاش تخينة، تبقى طعمها حلو في الاكل يعني. طبعا فلفل، طبعا الحار اساسي، اي حاجة فيها حراق فبحط حار، وبحط برضو الفلفل الرومي. بندخل بقى يعني الحاجات اللي ما بترضاش تتاكل في السلطة، يعني الفلفل الرومي والحاجات دي ما بترضاش تتاكل في السلطة، بنحطها في وسط اكلتنا فبتتاكل وبتبقى طعمها خطير بالنسبة لهم. يا رب يبطلوا اكل بالليل، يعني مش ولادي بس، الناس كلها. بصوا بقى هنا كده السمنة ابتدت تتكتل معانا. هي دي يا جماعة جريمة منتصف الليل يعني. تقريبا كانت الساعة 12:30. بقول لكم الجريمة امتى بالظبط.
بألف هنا وشفا الكل اللي كل منها بجد، هي عجبت الولاد. طبعا احنا يعني اهم حاجة عندنا ان احنا نعمل اكل يعجب ولادنا وازواجنا، علشان خاطر ياكلوهم ويكونوا فرحانين ومبسوطين وبيستمتعوا بالاكلة ويكونوا حابين اللي هم بياكلوه، وما يكونوش بياكلوا حاجة مجبرين عليها او هم مش عاوزينها. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا. هنبتدي بقى هنا. انا كده كنت حطيت الكمية كلها وابتديت اقطع فيها. طبعا مش هحط اي حاجة على الوش لحد ما اقطع الصينية معايا واظبط تقطيعها كله. بعد كده هنبتدي برضو نحط من المشروب. آه ان التشريبة، مشروب ايه معلش بسجلها متأخر شوية، بس لا 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 من التشريبة هنبتدي نحط من التشريبة، بس بعد ما نقطع الصينية كويس جدا نظبط تقطيعتنا كده عشان لما تدخل الفرن وتخرج تبقى سهلة علينا في التطليع. سكينة حامية بقى وانزلي كده قطعيها واظبطي تقطيعك زي ما تحبي. كده قطعناها. مين من عشاق الشتاء يكتب لي في التعليقات. انا بحب الشتاء، بس ما بحبش بصراحة الجوع بتاع الشتاء بتاع بالليل ده، بيوقفني في المطبخ كتير يا جماعة. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. بجد انا بعشق جو الشتاء، ويا يا بختهم الناس المقيمين في اسكندرية ومطروح والاماكن الساحلية دي، عندهم مطر واحنا ما عندناش، مش عارفة ليه يعني. سبحان الله. ربنا يرزق الجميع كده يا رب. ف اكلات الشتاء بقى الاكلات الليلية والشتوية اللي بتجوع جدا. متنسينيش في دعوة منك كده يا عم محمد. طبعا انا عارفة ان انت هتسمع الفيديو دوت وهتبقى معايا اكيد في اللايف بتاعه. هنا كده بقى كان الجلاش بتاعنا خرج من الفرن وكان ريحته قلب البيت. بصوا بقى السوا. وطبعا التقطيع بتاعنا كان ظابط الدنيا شوية، فما شاء الله كان جميل جدا. بحاول اسلك بقى لان التشريبة طبعا لما بنحطها بتخليها تمسك في بعضها شوية. هي كده هنا كانت سخنة. بصوا التحمير فوق وتحت. طبعا انا حطيتها على درجة حرارة تقريبا 200، يعني كنت عايزة انجز الود دي كانت ارفع على اعلى حاجة، بس قلت 200 عشان الجلاش خفيف ما يتحرقش مني، بس يعني بس الحمد لله انجز. بصوا هي كانت متحمرة كلها حلوة قوي وكانت طعمها جميل بجد وعجبت الولاد جدا جدا. متنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، ومتنسونيش في دعوة حلوة من قلبكم. بتمنى ان فيديوهاتي تكون بتعجبكم، وبتمنى دايما يا رب كده اكون عند حسن ظنكم. انا بعتذر اكيد المقطع دوت بيعيد نفسه تاني. معلش يا جماعة اكيد المقطع ده اتحط غلط تاني. انا اسفة طولت عليكم الفيديو. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. متنسونيش بقى في اللايكات، لايكات كتير ودعوات حلوة من قلبكم. متنسونيش في دعواتك يا عم محمد. هنطلع هنا قطعة كده مع بعض ونحطها وقولوا لنا رأيكم بقى. يا رب جربوا الوصفة، واللي يجربها يقول لي رأيه ايه وعجبته ولا ما عجبتوش. اشوفكم في فيديو جديد وفي وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.